الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. أيها السادة، من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد. لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا رد لقضاء الله ولا راحة في الدنيا ولا سلامة من ألسنة الناس. من عاش مات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رحل ومات، وقال له ربه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. أيها السادة، هل يستطيع أحد أن يقول كل من عليها فان من البشر؟ لكن الله تعالى يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا يستطيع أحد أن يقول كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. لا يقولها إلا الله، فسبحان من له الدوام. أخوة الإيمان والإسلام، من هنا من بلد الكرام ومن بلد العظماء ومن بلد العلم والعلماء ومن بلد الجود والكرم، من قرية ميت يزيد مركز ومدينة السلطة، في ليلة تكريم الأم الفاضلة حرم عم الحاج محمد إبراهيم المعزول، والدة الحاج جمال المعزول والحاج إبراهيم المعزول والحاج صديق المعزول والأستاذ حمادة المعزول، مولانا الشيخ أحمد بربر، سائلين الله تعالى للأم الفاضلة ولجميع موتانا وموتاكم أن يرحمهم الله الآن رحمة يتعجب منها أهل السماوات والأراضين، شاكرا للقائمين على هذه الليلة من المؤسسة العالمية لأعمال الفراشة، مؤسسة أولاد الزبلاوي، والذي تشرفنا دائما في كل مكان، شاكرا لأحد عمالقة الصوتيات والإنارة أولاد المرحوم الحاج حسن عينر. أيها السادة، وكما تعودنا من عائلات قرية ميت يزيد أن تستضيف لنا أوائل قراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، استضافت عائلة المعزول القائد الأعلى لدولة التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والعربي، فضيلة القارئ الولي سيدنا الشيخ محمد أحمد بسيوني، والذي سنسعد به في فجر الأربعاء على إذاعة القرآن الكريم. ومعنا أيضا فخر قراء محافظة الدقهلية فضيلة مولانا الشيخ أحمد الشحات لشيخ. أسأل ربي جل وعلا للوالد فضيلة مولانا الشيخ محمد أحمد بسيوني أن يديم عليه نعمة القرآن، وأن يفتح عليه فتوح العارفين، وأن يرزقه التوفيق والسداد والمدد. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ليجزي الله
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.
لم تطوها. وأورثكم قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
تردن الحياة الدنيا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. مدد 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 علي زين العابدين حبيبي وحبيبتي ربنا يبارك فيك ويحفظك يا قارئ القرآن المغرب لشهر رمضان المبارك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب عليك يا سيدنا عليك يا عم الحاج يا نساء النبي يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا ومن يقنت منكن لله ورسوله
صادقا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ومن يقنط منكم لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها مرتين وأعتدنا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول يا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة الله يرضيك يا مولانا كمان يا عم. دي كمان واحدة يا عم. هي دايما بيك يا زيد محظوظة مش تاني يا عم. هات سيدنا النبي تاني. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. سبحان من هذا كلامه. أسألك يا إلهي بحق القرآن
وبحق الصلاة والسلام على نبي القرآن. تهدنا يا إلهي بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت. يا رب اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي سيذكرها التاريخ يوما بصوت فضيلة القارئ والعلم والإذاعي الكبير، والذي سنسعد به في فجر الأربعاء، فضيلة القارئ الولي القائد الأعلى لدولة التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، فضيلة مولانا الشيخ محمد أحمد بسيوني. ومعنا أيضا من السادة القراء العظماء فضيلة مولانا الشيخ أحمد الشحات لشين. شاكرا للمؤسسة العالمية والتي تشرفنا دائما في كل مكان، مؤسسة أولاد الزبلاوي. أولاد الزبلاوي عمالقة الفراشة بمحافظة الغربية، والمقيمين بقرية ميت يزيد مركز ومدينة السلطة. إدارة المهندس حماد الزبلاوي والمهندس أسامة الزبلاوي. شاكرا للسادة عظماء الصوتيات والإنارة، أولاد الحاج حسن عينر، إدارة المهندس هاني حسن عينر والمهندس حسن عينر. شاكرا للسادة مصوري الليالي القرآنية، المهندس أحمد أبو داود والمهندس السباعي مسعود. الخدمات الفندقية الممتازة إدارة أبو ترك. شاكرا لكل من أتى إلى هنا لكي يقدم مواجب العزاء في ليلة تكريم بنت الأكرمين، بنت خير الناس وبنت أحسن الناس، حرم المرحوم الحاج محمد إبراهيم المعزول. يتقدم السادة العمد الحاج جمال المعزول والحاج إبراهيم المعزول والحاج صديق المعزول والأستاذ حماد المعزول ومولانا الشيخ أحمد بربر، سائلين الله تعالى لكل من حضر إلى هنا أن يستره الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وسبحان من له الدوام.